مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين، على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار، الناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب، وتعالوا نروح أرض الحوفي في دمنهور محافظة البحيرة. النهاردة كان فيه حريق هايل في شقة سكنية في أرض الحوفي. الحريق من المعلومات الأولية بيقولوا ناتج عن ماس كهربائي. الشقة كان فيها 3 أطفال، الأطفال توفوا أثر الحادث. 3 أطفال في عمر الظهور، الطفل أحمد محمد شوقي 4 سنين، ومريم محمد شوقي 12 سنة، وجنى محمد شوقي 8 سنين. تم نقلهم بسيارات الإسعاف مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر، والنيابة بتباشر التحقيقات علشان تعرف أسباب الحادث. توفوا متأثرين بإصابتهم بحروق في جميع أنحاء الجسم. ربنا يصبر أسرتهم ويصبر والدهم صاحب مطعم رشة ملح أو مطعم الشرق للمأكولات السورية. ربنا يعزيهم ويصبرهم ويكون في عونهم على فقدان 3 من أولادهم في مرة واحدة كده في حريق، يعني حادث بشع طبعا. ربنا يصبرهم إن شاء الله. تعزياتنا الخاصة ليهم، وكانت معاكم مريم مختار.